قصة جديدة، وخلينا نتكلم عن مدرس الانجليش بتاعي في ثانوية عامة، وايه اللي عمله يوصلني ان انا اقرر ان انا عايزة انتقم منه في الاخر. وانتقام لدرجة انه خلاني لفترة زمنية في حياتي كل يوم مبقاش بعمل حاجة غير ان انا افكر في اللحظة اللي هقف قدامه وانتقم منه. خلينا بقى ناخد القصة من أولها. أنا كنت ثانوية عامة دفعة 19 20، دفعة مميزة شويتين تلاتة، بس في بداية السنة احنا ما كناش نعرف ان احنا هنبقى دفعة مميزة أصلا. بدأنا السنة عادي جدا، كنت بشوف المدرسين، بختار مع الناس قرايبي اللي كانوا في ثانوية عامة قريب، يا جماعة ايه أحسن مدرسين من وجهة نظركم؟ المدرس الفلاني في مادة كذا، والمدرس الفلاني في مادة كذا، والحاجات اللي هي البديهية لأي حد داخل ثانوية عامة. وبأمانة أنا أدعي إن أنا إلى حد ما حد كنت محظوظ في المدرسين اللي اخترتهم في ثانوية عامة. وخليني يا صديقي ألفت نظرك لحاجة، إحنا في دفعتي ما كانش عندنا كونسبت الاونلاين اللي بقى في كل حته دلوقتي. ما فيش حاجه اسمها منصه لمدرس، ما فيش حاجه اسمها اصل انا هاخد كل دروسي اونلاين. صدق او لا تصدق، الكلام ده كله طلع بسببنا. فكان لازم كل دروسنا ننزل ناخدها في ارض الواقع في السناتر، او لو حد مرفه حبتين ابن نجيب ساويرس مثلا كان بياخد الدرس ده برايفت في البيت او عند بيت حد من صحابه، بيبقوا العدد قليل، التركيز اكتر، وبلا بلا بلا. المهم وقتها يا صديقي اخترت المدرسين بناء على الريكومنديشن اللي جات لي من ناس ثقة في حياتي، وبدأنا السنة عادي، بنزل اخد دروسي، اروح اعمل واجباتي، اشوف مذاكرتي، بعد كده اروح الدرس تاني، اعمل الامتحان بتاع الحصة او الشامل، كل الحاجات والاجواء اللذيذة بتاعت ثانوية عامة. يبقى الشامل من 60 اجيب فيه 11، امتحان الحصة ب20 اجيب فيه 8. وكده كده احنا عارفين ان كل الامتحانات دي لا تدل على مستواك في شيء. حلو انك تهتم بيهم، حلو انك تكون طالب متفوق، بس ما تقفش عندها كتير. ولو هقولك ايه اكتر حاجة كنت بكرهها في سنة ثانوية عامة، هي الموتيفيشنز الكتير المدرسين بيقعدوا يقولوها. يعني يا استاذ مستر، دلوقتي انا جاي اخد درس، انت المفروض تشرح الدرس، الكلام ده يخلص في ساعتين 3، ليه يوصلوا ل4 و5 ساعات علشان انت قررت تديني موتيفيشنز عشان اعرف اكمل باقي السنة؟ ما لما الدرس يبقى 5 ساعات بدل 3 انا مش هعرف اكمل باقي السنة. وللأسف مدرس الانجليزي اللي عليه قصتنا النهاردة، واللي ممكن نسميه مستر رأفت، حلو رأفت، كان محب وبشدة للموتيفيشنز سبيك. بغض النظر ان هو كان اسلوبه في تدريس اللغه بتاعت الانجليش لثانويه عامه بالنسبه لي اوفر، حرفيا ما كانش بيسيب فتفوته تعدي من قدامك، ولازم يقف عند كل حته يقولك اصل دي انا ما ينفعش اعديها، اصل الجمله دي لازم تكون عارفها، اصل دي نقص عليها مش عارف مين في ثانويه عامه سنه 2002 اللي هو انا كنت لسه بتولد اصلا. فالنتيجه لده كانت حصته بتبقى اطول من الوقت اللي هي محتاجاه بكتير. وخلينا نتفق ان ده انجليزي مش فيزياء ورياضة مثلا، فمضطر افهم كل فسفوسة فيها. كده كده اللغة معتمدة على اللي بيذاكرها اكتر من اللي بيشرحها بكتير. فخليني اكون صريحة معاك، السيستم ما كانش عاجبني، بس لان انا فرد جوه السيستم ده مضطرة اتأقلم. ففي احد الحصص كان المفروض ان احنا بعد ما بنخلص الحصة بنسلمها وبناخد زي امتحان او كويز صغير كده عليها. وخليني الفت نظرك ان دي كانت حاجة بونص، يعني مش ضروري ان احنا نعملها. وفعلا يوميها وقت الحصة مش زاد ل3 أو 4 ساعات، احنا كنا ممكن نكون دخلنا في الساعة ال5. فانت من جواك ميت نفسيا جسديا، جعان، مش قادر تكمل القعدة، عايز تقوم تروح تنام علشان اليوم ده كفاية عليه قوي كده. وقتها ان كان معايا واحدة صاحبتي قالت لي انا مش قادرة اقعد احضر الامتحان ده وعايزة اروح. رديت عليها بكل بساطة وسلاسة في الدنيا، يلا بينا. وروحنا فعلا، الموضوع افتكرناه عدى عادي، رحنا الحصة اللي بعدها وسلمنا المذكرات بتاعتنا، دخلنا مفيش اي حاجة، الدنيا تمام. ولان سيستم ثانوية عامة زي اي سيستم في الدنيا لازم يكون فيه ناس موجودة تقدرك لمجرد التقدير علشان هم اقوى منك وانت اضعف. فالناس دول كانوا هم اسيستنت المدرسين، هي اللي بتراجع وبتشوف مين عمل ايه، مين
درجاته ايه وبتبلغ المستر، ولو هو من المدرسين اللي بتحب يكون معاها ناس بتجيب درجات معينة بيبدأ بقى يصفصف في الناس اللي عنده ولا كأنهم مزرعة فراخ. فبالتالي هم عرفوا ان احنا ما حضرناش الامتحان اللي كنا المفروض نحضره، وقالوا للمستر علشان يقرر ان هو ياخد لقطة قدام اكتر من 300 بني ادم على حسابي. وده يا صديقي الموقف اللي خلاني اخد عداوة معاه لحد اخر السنة. اول ما دخل ساب ازازة المية بتاعته على الديسك اللي عنده، وقفني انا وصاحبتي تشاور لنا كده اللي هو انتي وانتي انتوا ما حضرتوش الامتحان بتاع الحصة اللي فاتت، اطلعوا بره. قال لنا اطلعوا بره ومش عايزكم تحضروا حاجة تاني الا لو تقعدوا، والموضوع ده ما يتكررش عندي تاني، لإما لو اتكرر من نفسكم ما تجوش الحصة اللي بعدها. ولان احنا كنا اوريدي الكلام ده حاصل مثلا في بداية شهر 1 أو 2، احنا عدينا شهور كتير قوي. ما ينفعش تيجي في النص كده وتسيب المدرس اللي انت بتاخد معاه لأي سبب. فهو بيقول كده لينا وهو متأكد 100% ان احنا مش هنسيبه ونمشي. اصل ده ما كانش اوبشن، انت هتمشي وهتروح لمين؟ واللي انت هتروح له ده بقى فين دلوقتي في المنهج؟ ما هو المشكلة برضو ان المستر ده كان متأخر شوية، ولان هو قرر يصعد الموقف فانا بصيت له وقررت اصعد على تصعيد. سبته يخلص كل الكلام اللي هو كان عايز يقوله وقتها، واللي بجد انا في كلام كتير فيه مش فاكراه. قعد يقول لنا احنا قد ايه ناس مهملة، قد ايه ناس مش مهتمة بمستقبلها، قد ايه احنا مش هننفع، وقعد يدي محاضرة لباقي الناس اللي قاعدة علشان يعني شوفوا واتعظوا. عارف لما يكون عندك اخين صغيرين فتضطر تخوف واحد علشان التاني خاف وما يعملش نفس الغلط ده؟ هو كان بيحاول يعمل كده بالظبط. فانا عملت ايه؟ ما اتكلمتش، ما ردتش عليه، وسبته وخرجت. وكان الموضوع ممكن يبقى ابسط من كده ويبقى طرد عادي، زي لما تيجي تدخل الدرس يقول لك اصل انت ما عملتش الواجب فمش هتدخل الحصه دي. بس هو قرر وقتها ياخد لقطه، وانا ما بحبش حد ياخد عليا لقطه. فخرجت من القاعه اللي احنا كنا فيها، ولان هو كان سنتر كبير تقريبا 5-6 ادوار مثلا، خرجت للاسيستنت قلت له انا عايزه ملازمي اللي عندكم اللي المفروض ان انا مسلماها وانا داخله عشان في واجب وبيتصحح وكده، هاتهم لي، انا مش عايزاك تصححهم لي. خدت الملازم، وهم بقى كانوا بيحاولوا يهدونا يقولوا لنا لا مفيش حاجه، طب سيبوا الملازم للحصه الجايه، طب كل الكلام ده، وانا اللي هو انا مش سامعه. ونزلت بقى ساعتها للاداره تحت وكلمت قرايبي كانوا ساكنين جنب السنتر، واللي هو حالة طوارئ جيم، تصعيد بتصعيد بقى. وجم وعملنا مشاكل ودخلنا للناس اللي هم المديرين بتوع المكان ويهدونا، ولان انا اصلا قرايبي مدرسين وعلى علاقة الى حد ما بالاسيستنت بتوع المستر وبالمستر نفسه، وكلها عارفة بعضها يعني، فاهم قصدي؟ فيحاولوا يلموا الموقف، طب نعديها، طب مش عارف ايه، وانا اللي هو خلاص هي خلصت. روحت اليوم ده وانا في مخي حاجة واحدة، انا ممكن ما اقفلش ولا مادة وممكن ما اجيبش احسن مجموعة في ثانوية عامة، بس انا لازم اقفل انجليزي علشان اروح لهذا الشخص واقول له هي ما كانتش واقفة عليك، اللقطة اللي انت عملتها دي ما كانش ليها لازمة. ما هو عادي ممكن اذاكر واجيب المجموع برضو من غيرك. ممكن تشوف دي افوره الى حد ما، ولكن انا قلت لك قبل كده يا صديقي انا كنت طفله مغفل وكنت عايشه في مخي بقى جو اللي هو افنجرز assemble، انتقام انتقام، اللي هو انا كنت بجد مجهزه كميه كلام هقوله له في وشه، اللي هو انت مدرس فاشل، انت حاولت تعمل لقطه على حد اصغر منك بنص عمرك تقريبا وفاكر انك بتعمل ده علشان مصلحته، بس ده في الاول وفي الاخر شغلك، ومش شغلك ان انت تدمر نفسية حد تاني علشان انت خايف على مصلحته. فالكلام ده كله سبته جوه كده، واللي هو تمام يلا بينا نروح نشوف مدرس تاني، او اكشلي مدرسين تانيين. وزي ما قلت لك الموضوع مش سهل، انت في نص السنة ومطلوب منك تكون في حتة معينة في المنهج
انت اصلا مش فيها، في جزء وقع منك المفروض تذاكره وتروح تكمل من جزء تاني مع مدرس تاني باسلوب تاني بكل حاجة تانية. وبدأت رحلتي في تجربة مدرسين، وعن قد ايه كانت تجربة عبثية مش عارفة اجيبها لك ازاي. ولكن في احد المدرسين اللي جربتهم، واللي كان بالمناسبة اسم مشهور قوي، ممكن يكون مشهور لحد دلوقتي، خلصنا الحصة وبدأ يعمل فقرة استكشاف مواهب. بالظبط زي ما بقول لك كده، قاعة فيها ما يقارب ال 500 طفل حرفيا. احنا كنا لسه ستيل اطفال او مراهقين، وهو خلص شرحه في وقت اقل من المفروض ان هو بيشرح فيه. واللي بالمناسبة ما كانش شرح الواو، كان حرفيا بيكروت. وفجأة من اللامكان لقينا حد داخل معاه مايك وبدأ يغني في حصة في سنتر. وبعد ما خلص ما استكفاش بده، وبدأ بقى المستر يطلع ناس من اللي هم الطلبة اللي جايين تحضر له، اللي المفروض عندهم موهبة ان هم صوتهم حلو يغنوا لكل العيال اللي قاعدين. ماذا؟ لا بجد، ده سؤال بجد، ماذا؟ وفي 2020 الموضوع ده كان مش بس غريب، ده كان سوبر غريب وجديد. واللي فهمته دلوقتي او من متابعتي دلوقتي ان ده اصلا النظام اللي بقوا المدرسين بيشدوا بيه الطلبه، الاغاني، الهزار، الحاجات دي اللي بتعجب الجيل ده. بس شباب، اللي بيحصل ده كان عبث. وحقيقي احساسي الوحيد في الوقت ده ان انا محتاجه اروح. وبالفعل قررت ان انا هخرج من عنده. انا مش هروح المكان ده تاني، كان بعيد جدا اولا، واللي حصل كله ده كان عبث ثانيا. فطبعا حط نفسك مكاني وقتها، انا في نص السنه ومحتاج اسرفايف لحد الشهر 6 في مادة كاملة لوحدي، ومادة مش عليها درجات قليلة. بس ده بالنسبة لي كان أرحم لي بكتير من يجرب العبث ده مرة تانية. وكان صوتي الداخلي بقى وقتها مقضيها أنا هذاكر لوحدي، أنا مش محتاج مدرسين، أنا لازم أروح في الآخر وانتقم، أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا استثنائي مش زي الباقي، وكل أغاني محمود العسيلي دي انتوا فاهمين بقى، فاهم؟ ولكن بعد كده حصل اللي حصل، حصل اللي كان المفروض ما يحصلش. حصلت الحاجة اللي غيرت حياتي وحياتنا كلنا. انا اتبنيت ابو الاسناب، بس هو نايم دلوقتي فمش هينفع نصحيه وكده. فدي الحاجة اللي غيرت حياتي، عشان بعد كده الاقي نفسي في شهر 3 وفي احد ايام الاربعاء تحدث الحاجة اللي ما كانش حد خالص يتوقعها. ينزل قرار على مستوى البلد: غدا الخميس اجازة رسمية بسبب سوء الاحوال الجوية. واللي ما كناش نعرف ان الاجازة دي هتطول شويتين، علشان اللي يحصل بعد كده ان الكوكب كله ياخد اجازة. اهلا بيكم في كورونا. وعشان كده في الاول قلت لك احنا دفعة مميزة شويتين 3. الكورونا جت وقعدنا كلنا في البيت، ودي الحاجة اللي غيرت حياتنا كلنا. ومن اول اللحظة اللي كلنا قعدنا فيها في البيت بقت على الكل. انا كانت مشكلتي في مادة معرفش هكمل فيها ازاي لوحدي، ولكن بقيت في كل المواد مع كل الطلبة. عارف لما تحس احيانا ان ربنا ممكن يغير الكون عشان حاجة حصلت لك؟ ممكن تعتبر دي شوية نرجسية، بس هي نرجسية زيادة الصراحة. لا فاهمك، انا اناني جدا ونرجسي ان انا افكر في حاجة زي كده، بس ليه لا؟ فوصلنا لنقطة ان كله بقى محتاج ان هو يعتمد على نفسه. احنا محتاجين سرفايف، مفيش دروس، مفيش سناتر، مفيش مدرسين، مفيش انك تنزل تقابل صاحبك حتى تسلم عليه. وفضلنا كده شوية، احنا مش عارفين مصيرنا ايه، الناس كلها قاعدة في البيت، ناس كتير بتفقد بسبب الاحداث اللي حاصلة في الكوكب كله. فانت من جوه بقيت واصل لمرحلة انك مش عارف، مش قادر، مش عايز، وعايز تعيط. بس بصراحة انا ما كنتش عايزة اعيط، انا استمتعت في البيت اكتر من وانا كنت بنزل اخد دروس وبروح وباجي وبروح وباجي. يعني البيت كان ألطف الصراحة، ونظرا لان هي فعلا كانت على الكل وقتها، ودي احسن حاجة انك مش لوحدك اللي عندك مشكلة. فطبعا وقتها المناهج اتخففت تقريبا للنص. وجيس وات اللي حصل، انا المنهج بعد ما كنت سبت مدرس الانجليزي، المنهج اللي انا ما خدتوش من ساعة ما وقفت،
كله اتلغى. ممكن كان في يونت ولا حاجة هي الفرق، فمذاكرتها ما كانتش هتبقى صعب. ولسه معانا كذا شهر، احنا من شهر 3 لما قعدنا والامتحانات كانت في 5 واتأجلت اصلا ل6. كل ده انت بتراجع على النص المنهج اللي انت اوريدي خلاص اخدته. تحفة. عايزين ايه تاني؟ وخليني افكرك يا صديقي ان انا لسه خطة الانتقام بتاعتي ما اترمتش في الزبالة، انا لسه على قراري. هما سببين لازم اجيب علشانهم مجموع. اول حاجة عشان افرح ماما، تاني حاجة علشان اروح لمستر رأفت واقول له كل الكلام اللي انا نفسي اقوله. بس بعد كده تحصل حاجة انا ما كنتش اتوقع انها تحصل. يجي شهر 4 والطرق الوحيدة للتواصل مع البشر في فترة العزل دي كانت الموبايل. بنمسك الموبايل نكلم بعض، نقلب في الأخبار، نشوف أي حاجة. علشان في يوم أفتح الموبايل وأفتح فيسبوك وأقلب فيه ولاقي خبر مستر رأفت توفى. أنا وقتها معرفتش المفروض أحس بإيه. للأمانة ما حسيتش إن أنا زعلت زي ما بتزعل على اي خبر بتسمعه لما حد بيتوفى. ما جاش في بالي الخطة او القرار اللي انا كنت واخداه بتاع اني عايزة انتقم منه. وقتها انا فعلا مفكرتش في اي حاجة. والكلام ده استمر لكذا يوم، ولان هو كان مشهور على مستوى الدفعة بتاعتي او المكان اللي انا عايشة فيه، فبالتالي كل الناس صحابي او دايرة معارفي كانوا بياخدوا معاه. فكل شوية لما بفتح بشوف الخبر تاني بلاقي كذا حد بيقول ادعوا له ترحموا عليه. وحقيقي وقتها مش عارفه المفروض اعمل ايه. هل المفروض ان انا اسامحه واتخطى الموقف ده؟ هل الموقف اصلا كان مستاهل؟ ودخل ساعتها حد من قرايبي عشان هي كانت عارفه بالحدث وهي كانت بتعز المستر ده، كانت برضو بتاخد معاه. اتكلمت معايا وقالت لي هو كده كده مبقاش موجود، ولو انتي كنتي حاسه ان انتي متضايقه من الموقف ده ومش عارفه تسامحيه فخلاص سامحيه. فلما رجعت افكر تاني في الموقف كله ادركت ان انا لما ما حسيتش بحاجه لما شفت الخبر ده معناه ان انا ما كانش جوايا منه ضغينه، ما كنتش بجد عايزه انتقم قوي كده. ادركت من اللي حصل ده ان احيانا انت مفروض تسامح وخلاص. الموقف كان بيضايق، انا كان نفسي اجتهد واوصل علشان اروح اقوله ان انا اللي كسبت. بالنسبه لي عباره عن تحدي، انا لازم اكسب. فهو وصلني للمرحله دي. بس اكشلي انا ما كنتش بكرهه، هو بس احساس بالتنافس ان انا لازم اكسب الحرب اللي انا عملتها في مخي. وهو اصلا ممكن ما كانش يعرف عنها حاجة، ممكن بالنسبة له كنت مجرد حد بيحاول يخليه ينتبه لمصلحته. بس احيانا في مواقف بتكون كده انت لازم تتخطاها، ما تقفش عندها، لازم تسامح الشخص ده علشان برضه هو في مكان تاني. انا لو كنت مكانه واذيت حد انا هتمنى جدا ان الحد ده يسامحني. فقررت وقتها انه خلاص انا هعدي الموقف ده. ما بقتش نفس الظروف، الوضع اتغير، المعادلة ما بقتش هي. وحقيقي انا مش هحب لو انا في نفس موقف الشخص ده حد يفضل شايل مني موقف فعلا مش محتاج يتوقف عليه قوي كده حتى بعد ما اموت. ادعوا للمستر ده ربنا يرحمه كده بظهر الغيب. حقيقي هي مش مستاهله تعادي حد قوي كده، مش مستاهله تبقى نفسك تدمره. انما لو هو لسه حي، لو شخص اذاك ودمرك وهو لسه مستمتع بحياته وعندك فرصه ان انت تروح تنتقم وما عملتش ده، انا مش لاقي سبب منطقي اللي انت بتعمله الصراحه. محتاج تراجع نفسك. بس فعليا الوضع في حالتي دي كان اتغير. هو يتمنى واي حد في مكانه دلوقتي يتمنى سنوات تجيله مش سيئات يتحاسب بسببها. فرغم ان الموقف وقتها فضل صادمني فترة، وحتى بعد ما الشهور عدت وشهر الامتحانات جه وامتحنا والنتيجة طلعت يعني بأحسن مما كنت أتخيل بكتير،
وطبعا اول حاجة افتكرتها لما بصيت على درجة الانجليزي ولقيت اني نقصت بس نص درجة، وتخيلت لو كانت خطتي بتاعة الانتقام دي كملت كان ممكن يحصل ايه. الموقف ده علمني ما اقفش على حاجة كتير الصراحة، وعلمني حتة اني لو اقدر فعلا اسامح. في اوقات كتير بتبقى نفسك جدا تاخد حقك من الشخص اللي ضايقك ده، بس لو كنت سمعت القصة اللي فاتت لما الأيام دارت غالبا هتعرف إنك مش دايما لازم تكون بتعمل ده. فوقت كتير الأيام هتدور وحقك هيجيلك، ولو تقدر طبعا تسامح وتعدي للشخص ده لما الأيام هتدور عليك، وممكن غصب عنك تأذي حد، ممكن ساعتها حد ده يسامحك عشان انت بس عملت كده في موقف مع حد تاني قبل كده. ودي كانت قصة النهاردة لما حاولت انتقم من مستر الانجليزي بتاعي في ثانوية عامة. اما بالنسبة للقصة الجاية فعايزاكم تتحمسوا شوية علشان هتبقى لما اتنصب عليا في اول شغل اشتغلته، ووقتها بقى انا انتقمت. لا بجد انا انتقمت. ودي كل حاجة في قصة النهاردة. اتمنى تكونوا الى حد ما انبسطتوا وبرضه استفدتوا. وفي النهاية يا ترى حصل معاك موقف مع مدرس الموقف ده لحد النهاردة مش قادر تتخطاه؟ بس كده. آه حصل خير.